أفادت اليوم الخميس وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أسقطت مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية لمخيم البريج، وذلك بواسطة نظام دفاع جوي. وعلى حسب ما كشفه موقع آفيا برو الروسي المتخصص في الشؤون العسكرية أن هذا الحادث يشكل لحظة مهمة في الصراع الحالي بين المقاومة الفلسطينية وجيش الكيان الصهيوني، ويؤكد زيادة قدرة الفصائل الفلسطينية على مواجهة المعدات العسكرية الإسرائيلية. ولم يصدر الكيان الصهيوني حتى الآن أي تصريحات رسمية بهذا الشأن، لكن هذه ليست الحالة الوحيدة لهزيمة المروحيات الإسرائيلية منذ الصراع. وفي سياق متصل، تعرضت وحده مشتركة من القوات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات المسلحة الأمريكية أثناء قيامها بمهمة البحث عن الأسري في قطاع غزة لكمين. ونتيجة لهذا الحادث تكبدت القوات خسائر فادحة، واضطرت إلى مغادرة المنطقة الساخنة بشكل عاجل والعودة إلى الأراضي الإسرائيلية. ووفقا للبيانات الأولية تم تصفية ما لا يقل عن 12 جندي إسرائيلي في الكمين، وأصيب 6 آخرين. وبحسب بيان المقاومة اللبنانية حزب الله، فإن الطائرة كانت تقوم بمهام قتالية في لبنان وأصيبت بصاروخ. ودعما لكلامه نشر حزب الله صورا ومقاطع فيديو تؤكد تدمير الطائرة. الله أكبر.